بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس علم المنطق، وهذا العلم مهم جدا وينفع في جميع العلوم. فإن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ بقراءة كتاب السلم المنورق بشرح الشيخ حسن القويسني، وهو شرح متوسط وشرح ممزوج من الشروح الممزوجة. نعم. وهذا الكتاب السلم المنورق يعني جعل الله تبارك وتعالى له القبول، وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وشرحه كثير من علماء الأزهر. شرحه مثلا شيخ الأزهر الدمنهوري، وفي إيضاح المبهم، وشرحه الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهر كذلك، وهو الشرح الذي سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى. وشرحه شيخ الجامع الأزهر الشيخ إبراهيم البيجوري كذلك، وشرحه كذلك الشيخ الملوي شرحين، الشرح الصغير والشرح الكبير. وشرحه الشيخ الجندي، وشرحه الشيخ الأخضر المؤلف نفسه، شرح المؤلف شرح متنه. نعم. وشرحه يعني جماعة كثيرة، وحش عليه جماعة كثيرة، وعمل عليه تقريرات جماعة كثيرة إلى غير ذلك. فهو متن مبارك كما قال الإمام الأخضري: كل من قرأ هذا المتن يفتح عليه في هذا العلم. كل من قرأ هذا المتن اللي هو السلم يفتح عليه في هذا العلم كما قال الشيخ، وقد استجاب الله دعاءه. فكل من قرأ هذا المتن قرأه بفهم وهمة وإخلاص وصدق يفتح عليه في علم المنطق. قال المشايخ: وهذا مشاهد. قالوا: وهذا مشاهد. نعم. فعلم المنطق هذا علم كان عند اليونان، هذا العلم ليس من علم المسلمين، لا، هذا من علم اليونان. كان من وقت أرسطوطاليس، أرسطوطاليس هذا هو أول من دون قواعد المنطق. أرسطوطاليس هو أول من دون يعني قواعد علم المنطق هذا، وهذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله إلى غير ذلك. أرسطوطاليس. نعم.
وألف فيه كتابا مشهورا اسمه النص. ثم بعد ذلك أتى عالم كذلك اسمه فرفريوس الصوري كذلك في القرن الثالث بعد الميلاد. هذا ماذا فعل؟ هذا وضع علم المقولات وسماها ماذا؟ المدخل إلى كتاب المنطق، وهي الكلية الخمس. واضح؟ فأول من دون وهذب علم المنطق هو أرسطوطاليس في القرن الخامس قبل الميلاد، قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. واضح كلام؟ ثم أتى فرفريوس هذا الصوري وهو الذي دون ماذا؟ علم المقولات. واضح كلام؟ أما العرب في الجاهلية وفي الإسلام فكانوا لا يعلمون شيئا من هذا العلم، لا يعلمون شيئا من هذا العلم. لماذا؟ لأن فطرتهم كانت سليمة، كان تفكيرهم سليم وفطرتهم سليمة، فلم يحتاجوا إلى هذا العلم في الجاهلية وفي أول الإسلام. نعم. إلا أن في كلامهم، لو تلاحظ في كلامهم كان يوجد علم المنطق، هم كانوا لا يعرفون شيئا، لكن لو تلاحظ في كلامهم كان يوجد علم المنطق. لو تلاحظ إلى كلامهم تجد فيه القضية الكبرى والقضية الصغرى، وتجد القياس، وتجد كل شيء، لكن كانوا لا يعرفونه كقواعد وهكذا، كانوا لا يعرفونه. نعم. ثم أول ما نقل المنطق إلى العرب كان في الدولة العباسية. أول ما نقل المنطق إلى العرب وعرفوه كقواعد وكمسائل كان في عهد الدولة العباسية، في عهد المأمون، في عهد الخليفة المأمون، لما كثرت الفتوحات الإسلامية واختلط العجم بالعربي. فالعرب هذا في هذا المرحلة علموا وعرفوا أن فيه علم اسمه علم المنطق، فدخل علم المنطق إلى الدولة الإسلامية في عهد المأمون، في عهد الدولة العباسية. واضح يا جماعة؟ لكنه نقل إلينا مخلوط بكلام الفلاسفة وكفريات الفلاسفة وشبه الفلاسفة، نقل إلينا مخلوطا بكفريات الفلاسفة. وقيل أول من ترجمه إلى العربية هو الفارابي رحمه الله. الفارابي هو أول من ترجم علم المنطق من اليونانية إلى العربية، لكن ترجمه مخلوطا بماذا؟ بكلام الفلاسفة وكفرياتهم وشبههم إلى غير ذلك. مفهوم يا جماعة؟ نعم. لذلك اختلف المسلمون، علماء الإسلام اختلفوا في قراءة علم المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة وشركياته. لذلك سنجد في المتن 3 أقوال. قول يقول يمنع، يحرم قراءة علم المنطق لأنه كان مخلوط بكلام الفلاسفة وشركهم وشبههم، فقالوا لا يجوز قراءته، فابن الصلاح والنووي حرمها. والمذهب الثاني اللي هو الغزالي يقول لا بد من قراءته، ينبغي. والقول الثالث اللي فيه تفصيل، هذا قول جمهور العلماء، أن إذا كان ممارس للكتاب والسنة وقوي الفطنة والفهم يجوز ممارسته، أما إذا كان لا فلا. 3 أقوال هذه في المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة. واضح؟ نعم. ثم بعد ذلك جاء الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، وماذا صنع؟
أتى إلى المنطق هذا المترجم الذي ترجمه الفارابي مخلوط بكلام الفلاسفة، ونقحه ونزع منه كلام الفلاسفة وكفريات الفلاسفة وشبه الفلاسفة، نزع منه كل هذا الشيء وصفاه ونقاه. أصبح ماذا؟ أصبح علم المنطق موافقا للشريعة الإسلامية. كل ما هو موجود في علم المنطق الذي نقحه الغزالي موافق للشريعة الإسلامية. فالغزالي هو أول من صفاه ونقاه ونقحه من كفريات الفلاسفة وشبهه. مفهوم يا جماعة؟ ومن الكتب التي يعني من الكتب التي نقحت وكتب الغزالي كتاب السلم هذا. السلم هذا ليس فيه كفريات الفلاسفة، إيساغوجي، الشمسية، كل هذه الكتب كلها يجوز قراءتها باتفاق العلماء، بالاتفاق. لماذا؟ لأن لا يوجد فيها شيء يعارض الشريعة، كل ما فيها موافق للشريعة الإسلامية. مفهوم الكلام يا جماعة؟ هذا بالنسبة لماذا؟ مراحل يعني تطور علم المنطق ووصوله إلى العرب. كما قلنا أول من وضع قواعده وكذا أرسطوطاليس في القرن الخامس، وأول من وضع المقولات هو فرفريوس هذا السوري. ثم بعد ذلك ماذا وقع؟ قلنا العرب كانوا لا يعلمونه في الجاهلية ولا في أول الإسلام. ثم في الدولة العباسية في عهد المأمون لما كثرت الفتوحات واختلط العرب بالعجم أتى علم المنطق ودخل إلى البلاد الإسلامية. واضح كلام؟ في عهد المأمون. نعم. أو قلنا أول من ترجمه إلى العربية هو الفارابي مخلوطا بكلام الفلاسفة. أول من نقحه وصفاه هو الإمام الغزالي رحمه. قلنا الكتب التي ألفت بعد عهد الغزالي هذه كلها يجوز قراءتها بالاتفاق: السلم، الشمسية، إيساغوجي، إلى غير ذلك. أما الكتب اللي قبل الغزالي اللي كانت مخلوطة بكلام الفلاسفة هذه فيها 3 أقوال للعلماء سنذكرها إن شاء الله في قول الشيخ فابن الصلاح والنووي حرام، والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال. واضح يا جماعة الخير؟ هذا بالنسبة لمراحل يعني وصول علم المنطق إلى المسلمين. نعم. قلنا إن شاء الله نحن إن شاء الله سنقرأ شرح القويسيني، حسن القويسيني شيخ الجامع الأزهر. حسن القويسيني هذا شيخ إبراهيم البيجوري. الشيخ إبراهيم البيجوري قرأ على الشيخ حسن القويسيني، كان شيخه في العلم. نعم. وهو شرح متوسط، شرح جميل ممزوج. ما معنى ممزوج؟ يعني يكتب قال المؤلف ثم يشرحها، أحمد الله ثم يشرحها، على النبي المصطفى يشرح. هذا اسمه الشرح الممزوج، بخلاف الشرح الدمنهوري. ليش الشرح الممزوج؟ الدمنهوري يذكر الأبيات كاملة ثم بعد ذلك يبدأ في الشرح، ليس ما، لكن هذا شرح اسمه الشرح الممزوج. هذا هو، وهو شرح جميل وبسيط ومفهوم وليس معقد. شرح جميل، لذلك اخترنا هذا الشرح لأنه يناسب المبتدئين. نعم. وغيرهم، المبتدئين وغيرهم. نعم. والذي ألف هذا الشرح هو الإمام الأخضري، الإمام عبد الرحمن الأخضري. ولد سنة 900 وكم؟ الإمام الأخضري ولد كم؟ 920 هجرية. ولد سنة 920 هجرية بشرق الجزائر، مدينة اسمها بسكرة، مشهورة
بالتمور، مشهورة بالتمر، فيها تمر كثير جدا، فيها تمر دقلة نور، هذا التمر اللي هو ماذا؟ من أشهر التمور في العالم، اسمه دقلة نور. هذا التمر المنطقة هذه ولد فيها الإمام الأخضري، عبد الرحمن الأخضري، وأنا الحمد لله زرت مقامه هناك وزرت بيته وزرت يعني المنطقة التي دفن فيها، موجود مقامه الآن ويزار، ويوجد زاوية في مقامه إلى غير ذلك. نعم، أكرمني الله بزيارته. نعم. فقلنا عبد الرحمن الأخضري ولد سنة 920 هجرية في مدينة في شرق الجزائر اسمها بسكرة، يعني بالضبط في قرية بنطيوس، هكذا قرية اسمها بنطيوس. نعم. وكان عالما كبيرا جليلا عظيما متفننا في الفقه والأصول والعربية والفرائض والتصوف إلى غير ذلك من العلوم، وله تأليفات كثيرة، له تأليف كثيرة، منها مختصر الأخضري في الفقه المالكي، ومنها السلم في المنطق، ومنها الجوهر المكنون في البلاغة، ومنها الدرة البيضاء في علم الفرائض، ومنها متن في علم التصوف إلى غير ذلك من الكتب. واضح الكلام؟ ودرس على أبوه كان عالما درس عليه، ودرس كذلك على أخوه كذلك كان من العلماء، وهكذا. وتوفي سنة 953. نعم، على خلاف يعني في حياته. وتوفي سنة 900 وكم؟ 53. قيل أنه توفي وعمره 33، ومنهم من يقول توفي أكثر من ذلك. نعم، واضح يا جماعة؟ وتوفي سنة 954 أو 53، وقيل أكثر. نعم، واضح كلام؟ نعم. هذا باختصار يعني لكي نبدأ في الكتاب. أما بالنسبة للقويسني رحمه الله تبارك وتعالى، فسنقرأ يعني هنا ترجمة القويسني أين؟ شرح القويسني صفحة 19. نعم. أما القويسني قال الشيخ هنا هو حسن بن درويش بن عبد الله بن مطاوع القويسني برهان الدين الشافعي، نسبته إلى قويسنة قرية من أعمال الغربية. وكان رحمه الله عالما بارعا رغم أنه كان مكفوف البصر، كان أعمى ضرير. واضح كلام؟ وكان شيخا للأزهر. نعم. من شيوخ شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي والشنواني والفشني، وله مؤلفات كثيرة، منها شرح السلم، ومنها منظومة في حكم التبرعات في مرض الموت، وشرح على المنظومة السابقة، ورسالة في مسألة الوصية المشهورة بالصعوبة إلى غير ذلك. من تلامذته البولاقي هو الذي عمل عليه تقريرات البولاقي، سنجد تقريرات البولاقي، هذا من تلاميذه. واضح؟
كذلك من تلاميذه البيجوري كما قلنا، من تلاميذه مصطفى بن حسن الذهبي، الشيخ حسن العدوي، واضح؟ إلى غير ذلك. نعم. وكان رجلا صوفيا جدا، كان رجل متصوف، كان من أهل الجذب كما يقال، من أهل الجذب. قال تصوفه اعتراه رحمه الله الجذب في آخر عمره، فكان إذا هام وغاب يسأل كل من لقيه غنيا أو فقيرا. واضح؟ في آخر حياته ماذا؟ اعتراه الجذب. ما معنى الجذب هذا؟ الجذب هذا إنسان يعني يذهب عقلك من حب الله والشوق إلى الله تبارك وتعالى، تصبح لا تميز، تصبح لا تميز. نعم. فكان إذا هام وغاب يسأل كل من لقيه غنيا أو فقيرا، فإذا أعطاه شيئا فرقه من ساعته، وبعد صحوه ورجوعه إلى حالته لا يسأل أحدا شيئا. هكذا كان شأنه في أيام جذبه، وكان إذا جاء وقت درسه أفاق من جذبه وقرأ درسه، ولم يزل على حاله هذا إلى أن توفي رحمه الله. واضح يا جماعة؟ توفي رحمه الله ودفن بمسجد الشيخ علي البيومي بالحسينية. زرناه كم من مرة مع الشيخ علي البيومي، الشيخ حسن القويسين مدفون مع الشيخ البيومي وراء باب الشعرية. زرناه كم من مرة؟ زرناه وختمنا عنده كم من ختمة، 2 أو 3. كنا كلما قرأنا الكتاب وأتينا إلى ختام الكتاب كنا نذهب إلى الضريح هناك ونختم. نعم. فضريحه موجود وراء باب الشعرية، باب الشعرية، وتدخل هكذا تمشي حوالي 10 دقائق، موجود مع الشيخ علي البيومي. نعم. واضح يا جماعة الخير؟ هذا بالنسبة يعني اختصارا، يعني باختصار شديد. نريد أن نبدأ في ماذا؟ في المباحث 10. نعم. نعم. كذلك لا بد لمن يريد أن يقرأ أي فن من الفنون لا بد له من ماذا؟ معرفة مبادئ العلوم 10. لا بد أن يعرف مبادئ هذا العلم 10 لكي يكون على بينة مما سيقرأه. كما قلنا دائما وأبدا، إذا أردت أن تسافر إلى مدينة من المدن مثلا، لازم ماذا؟ تعرف أشياء مهمة تعرفها. لازم تعرف ماذا؟ اسم المدينة، صحيح؟ تعرف رقم الرحلة، تعرف المكان الذي ستنزل فيه هناك، تعرف الأماكن التي ستزورها، تعرف الفائدة من هذه الرحلة. ما الفائدة من الرحلة؟ تعرف اسم الرحلة مثلا، تعرف فضل الرحلة، وهكذا. فإذا أردت أن تسافر إلى هذه البلد تكون قد ماذا؟ قد عرفت الرحلة كلها، عرفت اسم الرحلة، الفائدة من الرحلة، عرفت أين ستذهب وأين ستنزل، المناطق التي ستزورها، فتكون متصور للرحلة. صحيح ولا لا؟ بخلاف لو يقال لك يلا تذهب إلى المدينة الفلانية، لا يلا يمشي، يلا بسم الله، تكون ذاهب وأنت فتذهب وأنت لا تدري شيئا، يعني ذاهب إلى مكان أنت لا تعرفه أصلا، لا تعرف عنه أي شيء، فتذهب وأنت كأنك مغمض العينين لا تعرف. كذلك أي فن من الفنون
تريد أن تقرأه لابد تعرف مبادئه العشرة، تعرف اسمه، لازم تعرف اسمه. ما اسم هذا العلم الذي أريد أن أقرأه؟ ما اسمه؟ اسمه علم المنطق. لازم أعرف الفائدة، لماذا أنا أتعب وأقرأ كتاب كامل من الأول إلى الآخر؟ ما الفائدة؟ ماذا سأستفيد؟ صحيح؟ ثالثا مثلا نسبته، إلى من ينتسب هذا العلم؟ هل ينتسب إلى العلوم العربية ولا العلوم الأجنبية ولا العلوم الرياضية إلى غير ذلك؟ لازم أعرف حكم الشارع، ما حكم الشرع في تعلم هذا العلم؟ هل هو واجب؟ فلا بد أن أسارع إلى قراءته. هل هو محرم؟ فأجتنبه. واضح؟ كذلك أعرف ماذا؟ مؤسس هذا العلم، أعرف من يعني صانع هذا العلم من هو. مثلا أرسطوطاليس، أعرف فضله، أعرف نسبته، أعرف حكم الشارع فيه، أعرف ثمرته، أعرف تعريفه، ما هو تعريف الحد، التعريف، ما هو هذا العلم، ما هو، وهكذا. فأنا إذا عرفت هذه المبادئ العشرة أكون قد تصورت هذا العلم، وأكون قد عرفت، على الأقل عرفت هذه المبادئ العشرة التي بها سأقرأ هذا الكتاب وأنا على بينة، مفهوم يا جماعة؟ نعم. فالمبادئ هذه العشرة نظمها الصبان رحمه الله. ماذا قال فيها؟ ماذا قال الصبان في المبادئ العشرة؟ إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا. واضح يا جماعة الخير؟ هذه المبادئ العشرة نظمها الصبان رحمه الله. نعم. فنحن إن شاء الله سنبدأ أولا بماذا؟ بالحد. قال إن مبادئ كل فن عشرة: الحد معناه تعريف، الحد معناه تعريف. فالمنطق في اللغة يطلق على ماذا؟ يطلق على الإدراك، يطلق على الإدراك. ما هو الإدراك؟ هو حصول الصور الخارجية، تحصيلها، أدركت الشيء. ما هو الإدراك؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه، هذا اسمه أدركت. أدركت الشيء ما معنى؟ أن نفسك وصلت إلى المعنى بتمامه، إلى معنى هذا الشيء. واضح يا جماعة؟ تقول أدركت زيد مثلا، نفسك وصلت إلى معنى زيد بتمامه، إلى أنه مثلا حيوان ناطق، هذا يسموه مثلا إدراك. واضح يا جماعة؟ الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. نعم. فالمنطق في اللغة يطلق على الإدراك، يطلق على الإدراك. نعم. ويطلق على كذلك القوة العاقلة. القوة العاقلة يعني هي التي بها الإدراك، العقل الذي به الإدراك. كذلك المنطق في اللغة يطلق على القوة العاقلة التي بها الإدراك. مفهوم؟ نعم. وكذلك يطلق على النطق، يطلق على النطق. واضح يا جماعة؟ نعم. فالآن المنطق في اللغة يطلق على الإدراك، وهو تحصيل الصور الخارجية، ويطلق كذلك على القوة العاقلة
التي بها الإدراك، التي تدرك بها، العقل هذا الذي تدرك به. ويطلق على النطق، يطلق على النطق، يعني النطق هو الذي ماذا؟ النطق هذا هو الذي يظهر هذه المدركات، النطق هو الذي يظهر هذه المدركات ويوضحها ويوصلها للآخرين. مفهوم؟ فكذلك المنطق يطلق على النطق، لأنك بهذا النطق ماذا؟ هذا النطق هو الذي يدرك، هو الذي يظهر المدركات، هو الذي يظهر المدركات ويوصلها إلى الآخرين. مفهوم يا جماعة؟ فالآن المنطق يطلق على 3 أشياء، إما على الإدراك، وإما على القوة العاقلة، وإما على النطق. إذا قلنا المنطق يطلق على الإدراك، ما معنى الإدراك؟ تحصيل الصور الخارجية. وإما يطلق على القوة العاقلة، هذه القوة العاقلة بها الإدراك، بها تدرك. وإما يطلق على النطق، على النطق، وهذا النطق، هذا النطق هو الذي يوصل هذه المدركات ويظهرها للآخرين. فهمنا يا جماعة؟ هذا المنطق في اللغة. أما المنطق في الاصطلاح ما هو؟ آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. هذا. أما في الاصطلاح ما هو عبارة عن آلة، عبارة عن آلة قانونية، آلة قانونية نسبة إلى القانون، القانون اللي هو الأمر الكلي، أمر كلي ينطبق على سائر الجزئيات. نعم. الآلة، ما هي الآلة؟ مثل السكين، السكين آلة. كذلك المنطق هذا عبارة عن آلة، عبارة عن آلة تستعملها، مثل السكين الذي أستعمله في القطع، كذلك المنطق عبارة عن آلة أستعملها. هذا الآلة قانونية. ما معنى قانونية؟ نسبة إلى القانون، وهذا القانون ما هو؟ أمر كلي ينطبق على سائر الجزئيات، أمر كلي ينطبق على سائر الجزئيات يسمى القانون. واضح يا جماعة؟ هذا. فالمنطق عبارة عن آلة كالسكين بالنسبة للقطع، آلة قانونية. ما معنى قانونية؟ نسبة إلى القانون. القانون هذا، ما معنى القانون؟ القانون هذا أمر كلي ينطبق على سائر الجزئيات. مثلا تقول هكذا، مثلا تقول كيف أقول لك؟ مثلا تقول هكذا، تقول مثلا القضية الصغرى مقدمة على القضية الكبرى مثلا. هذا أمر كلي يمشي مع جميع القضايا، يمشي مع جميع القضايا. هذا أمر كلي، لازم الصغرى تقدم على الكبرى، لازم القضية الصغرى لازم تقدم على الكبرى. هذا أمر كلي ينطبق على سائر الجزئيات، أينما وجدت قياس لازم القضية الصغرى تقدم على الكبرى. مفهوم كلام؟ هذا اسمه قانون، هذا هو قانون، أمر كلي ينطبق على سائر الجزئيات. ما هو الأمر الكلي؟ الصغرى مقدمة على الكبرى، هذا قانون كلي. الجزئيات هي أي قانون وجدته، أي قياس وجدته لازم الصغرى تقدم على الكبرى. مفهوم؟ فالآن المنطق هو آلة قانونية. هذا المنطق عبارة عن آلة تستعملها، آلة تستعملها قانونية. مفهوم؟ إذا استعملت هذا الآلة فإنها تعصم فكرك من الوقوع في الخطأ. مثلا قوانين المرور، قوانين المرور
لو استعملت قوانين المرور هل يقع حادث؟ في الغالب هل يقع حادث مرور؟ لا يقع حادث، لأنك استعملت ماذا؟ قانون المرور. فالآن استعمال قانون المرور هذا يمنع من حدوث حوادث مرور. كذلك المنطق هذا، لو استعملت هذا المنطق اللي هو هذا الآلة، لو استعملتها فإنك لن تخطئ في الفكر. كذلك قوانين المرور لو استعملتها فإنك لن تعمل أي حادث مرور. كذلك المنطق لو هذا المنطق استعملته فإنك لن تخطئ في الفكر، يكون فكرك صحيح مستقيم. لو قدمت الصغرى على الكبرى، لو الصغرى مقدمة على الكبرى، لو بين الصغرى والكبرى يوجد الحد الوسط، مستحيل يخطئ فكرك، مستحيل. لكن لو مثلا لو لم تراعي هذه القوانين ولم تأتي بالحد الوسط بين الصغرى والكبرى تفكيرك فاسد، يفسد التفكير. لو قلت هكذا: العالم متغير وكل متغير حادث، أنت الآن رعيت قواعد المنطق. ما هي قواعد المنطق؟ أتيت بالصغرى أولا، ثم أتيت بالكبرى ثانيا، ثم ماذا رعيت كذلك الحد الوسط بين، يعني الرابط بين الصغرى والكبرى، وهو متغير. العالم متغير وكل متغير حادث، هو متغير، هذا هو الرابط. أنت إذا رعيت هذا القوانين لن تخطئ أبدا، فتكون النتيجة قطعية: العالم حادث. فالآن نتيجة قطعية 100% صحيحة. صحيح، لماذا؟ لأنك راعيت قواعد المنطق. لكن لو لم تراعي، مثلا قدمت الكبرى على الصغرى مثلا، أو لم تأتي بالحد الوسط، قلت العالم متغير وكل جسم حادث، كيف يكون النتيجة؟ خطأ في الفكر. هكذا المنطق. فالمنطق عبارة عن قوانين، لو تتابعها وتطبقها فكرك لن يقع في الخطأ، سيكون فكرك مستقيم وسليم، تفكيرك يكون صحيح. فهم كلام. هذا هو علم المنطق. علم المنطق عبارة عن قواعد عقلية تطبقها فيكون فكرك صحيح فقط. هذا مكان. كما أنك تطبق علم النحو، فيكون الفعل مقدم على الفاعل مثلا، واضح؟ وهكذا الفعل لابد يقدم على الفاعل، الفاعل لابد يكون مرفوع، واضح الكلام؟ الحال لابد يكون نكرة مثلا، وهكذا تطبق هذا القواعد النحوية. فمستحيل أنك تخطئ في لسانك يخطئ في الكلام. تقول جاء زيد بالضم، لماذا؟ لأنه فاعل والفاعل مرفوع. ها طبقت القاعدة أن الفاعل دائما مرفوع. لو قل جاء زيد لم تراعي القواعد، خطأ في اللسان. جاء زيد مثلا، مفهوم كلام؟ فالمنطق هذا كما قال الشيخ آلة، عبارة عن آلة تستعملها، آلة في يدك تستعملها، قانونية نسبة إلى القانون، وهو الأمر الكلي المنطبق على سائر الجزئيات، تعصم مراعاتها الذهن ولا الفكر من الوقوع في الخطأ. هذا مفهوم؟ نعم. تعصم معناها تحفظ مراعاتها الفكرة من الوقوع في الخطأ. نعم، واضح يا جماعة؟ نعم. زيد. هذا بالنسبة لي التعريف، الحد.
إن مبادئ كل فن 10 الحد. صحيح؟ الآن الموضوع، ما هو موضوع علم المنطق؟ ما هو الموضوع الذي سنتكلم فيه؟ التصورات والتصديقات. هذا هو الموضوع. موضوع علم المنطق هو التصورات والتصديقات. التصور والتصديق. التصور هو إدراك المفردات، إدراك مفردات ثم تصور. أدركت زيد، أدركت القلم، أدركت الماء، هذا اسمه تصور. أما التصديق إدراك النسب، إدراك وقوع النسب أو عدم وقوع، إدراك النسب. مفهوم؟ مثلا تدرك قيام زيد، تدرك ضرب عمرو لخالد، وهكذا. هذا هو إدراك النسب، نسب الحكم يعني. قيام زيد، ضرب زيد لعمرو، هم موت خالد، هكذا إدراك النسب يسمى ماذا؟ تصديق. فعلم المنطق موضوعه تصورات والتصديقات. مفهوم يا جماعة؟ نعم. مفهوم كلام؟ نعم. زيد. الحد هو الموضوع ثم الثمرة. نعم. مفهوم يا جماعة؟ هذا. وسنتكلم على التصور والتصديق في باب التصورات والتصديقات. سنعرف التصور والتصديق وما يوصل إليه إلى غير ذلك. ثم قال الفائدة اللي هي الثمرة، ثمرة ولا الفائدة ولا غير ذلك. ذكرناها الفائدة، قلنا ماذا؟ يعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ. هذا هو ثمرة تعلم علم المنطق. ما ثمرته؟ يعصم ذهنك وفكرك من الوقوع في الخطأ. أنك إذا طبقت هذه القواعد كما قلنا ففكرك لن يخطئ، فكرك وذهنك لن يقع في الخطأ. مفهوم؟ هذه هي الثمرة. مفهوم يا جماعة؟ نعم. وكذلك من الفوائد كذلك ماذا؟ القدرة على إقامة الحجج والبراهين. القدرة على إقامة الحجج والبراهين. إذا تعلمت علم المنطق ثمرته تستطيع أن تقيم الحجة، تقيم البرهان. مفهوم كلام؟ نعم. كذلك من ثمراته الدفاع عن العقيدة الإسلامية، لأنما كلما تقويت في هذا العلم كلما استطعت أن تدافع عن الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية فيها من يطعن كالملحدين والمسيحيين واليهود، وهؤلاء لن تناقشهم بالقرآن والسنة لأنهم لا يؤمنون بالقرآن والسنة، وإنما يؤمنون بالعقل المنطق. فلذلك كلما تقويت في هذا الفن كلما استطعت أن تدافع عن الشريعة الإسلامية أكثر. مفهوم كلام؟ نعم. كذلك تصحيح الفكر كما قلنا. واضح؟ نعم. هذه يعني الفائدة من تعلم علم المنطق. قال الحد والموضوع ثم الثمرة، الثمرة والفائدة نفس الشيء. ثم قال زيد نسبته إلى العلوم العقلية. أنت نسبتك إلى من؟ أندونيسيا. نسبتك أندونيسيا. هو نسبته إلى ماذا؟ العلوم العقلية، ينتمي إلى العلوم العقلية. مفهوم؟ نعم. زيد ونسبة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة. ما هو فضل علم المنطق؟ فضله ما هو الفضل؟ فضله أنه عام يفوق ويزيد على غيره من العلوم، على أنه ماذا؟ عام النفع فيها، يفوق كل العلوم، أحسن من كل العلوم وأفضل من كل العلوم، ويزيد على كل العلوم ويفوق كل العلوم. لماذا؟
لأنه عام النفع فيها. أن علم المنطق لو تلاحظ كل العلوم إما تصور وإما تصديق، كل العلوم، حديث، تفسير، أصول، بلاغة، نحو، صرف، كل العلوم لو تلاحظ إما تصور إما تصديق. فعلم المنطق من هذه الناحية يفوق ويزيد على كل العلوم. لماذا؟ لأنه عام النفع فيها، لأنه ينفع نفعا عاما ينفع في كل العلوم. مفهوم يا جماعة؟ نعم. لأن كل علم إما تصور إما تصديق. لو جيت في مثلا في علم مثلا الحديث، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تصديق، هذا تصديق، صحيح ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تصديق. تصديق ولا ليس تصديق؟ تصديق. لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، تصديق، الدين النصيحة تصديق. مفهوم كلام؟ فالعلوم كلها إما تصور إما تصديق، وعلم المنطق يبحث في التصور والتصديق، فهو عام النفع في العلوم، ينفع في كل العلوم، لأن كل العلوم كما قلنا إما تصور إما تصديق. مفهوم يا جماعة؟ نعم. فهو يفوق ويزيد على غيره من العلوم أنه عام النفع فيها من هذه الناحية، إذ كل علم إما تصور وإما تصديق كما قلنا. نعم. لكن بعض العلوم يفوقه من جهة أخرى، مثلا علم الحديث يفوقه من جهة أخرى. ما هي الجهة؟ لأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفوقه لأنه متعلق بالنبي، فعلم الحديث يفوقه من هذه الجهة. واضح الكلام؟ هذا هو. نعم. هذا بالنسبة لفضله. نسبته قلنا إلى العلوم العقلية. نعم. وفضله ونسبة والواضع. واضعه كما قلنا من؟ أرسطوطاليس، وأول من دون مسائله وقضاياه وهذبه، هو أول من كتب فيه أرسطوطاليس. نعم. واضح يا جماعة؟ نعم. قلنا وأول من دونه في الإسلام من؟ أبو نصر الفارابي. واضح الكلام؟ نعم. وفضله ونسبة والواضع والاسم. اسمه ماذا؟ علم المنطق، علم الميزان، واضح؟ معيار العلوم، إلى غير ذلك من الأسماء. مفهوم؟ هذا هو اسمه علم الميزان، لأنه هو الذي يزين الأمور. معيار العلوم كذلك، علم المنطق، إلى غير ذلك من الأسماء. مفهوم؟ وفضله ونسبة والاسم الاستمداد. من أين مستمد علم المنطق؟ الاستمداد من أين مأخوذ؟ من العقل. المنطق علوم عقلية صرفة، لا دخل لها لا بكتاب ولا سنة ولا غيرها، وإنما مستمد من العقل. أمور عقلية، أمور عقلية، الجزء أقل من الكل، هذا أمر عقلي لا دخل له كتاب وسنة ولا غير ذلك. مفهوم؟ إنما مستمد من العقل. التناقض، هذا نقيض هذا، هذا سالب وهذا موجب، وهكذا، هذا كله مستمد من العقل. نعم. هذا هو الاستمداد، مستمد من العقل. نعم. والاستمداد حكم الشارع. الحكم الشارع قلنا إن كان المنطق مخلوطا بكلام الفلاسفة ففيه كم قول؟ 3 أقوال. القول الأول يحرم قراءة هذه الكتب مخلوطة بكلام الفلاسفة.
من الذين قال بهذا القول؟ من؟ نووي وابن صلاح والسيوطي وغيرهم. قال لماذا؟ قال لأن الإنسان لو قرأ هذا المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة فممكن شبه الفلاسفة وكفريتهم ممكن تؤثر عليه فيزيغ، كما زاغ بعض علماء الإسلام كابن سينا وغيره، كما يقولون، كما قال العلماء كابن سينا وغيره تبعوا الفلاسفة في بعض الأشياء، فقالوا لا إذا كان مخلوطا بكلام فلا يجوز قراءته، يحرم. لماذا؟ لأننا نخاف على المسلم أن يفتتن أو أن تعلق به شبهة من شبه الفلاسفة فيمشي مع كلام الفلاسفة فيقول مثلا بقدم العالم مثلا، فيقع في الكفر، لأن الفلاسفة يقولون أن العالم قديم، صحيح ولا لا؟ يقولون قديم، فأنت ممكن تأتي إلى الشبهة التي أثاروها وكذا وكذا فتتبعهم في هذا فتقول بقدم العالم، هاك كفرت بالله. لذلك العلماء هذا قالوا يحرم قراءته. مفهوم؟ القول الثاني للغزالي قال ينبغي قراءته. الغزالي قال ينبغي قراءته. مفهوم كلام؟ لماذا؟ لأنك من سيرد عليهم إذا كان أنت تقول يحرم علي قراءة هذا الكتاب والآخر يقول يحرم عليه والآخر يقول يحرم عليه، فمن سيقرأ شبه الفلاسفة وكفريتهم ويرد عليهم؟ من؟ إذا كان كلنا نهرب ونقول يحرم علي يحرم علي يحرم علي، من سيرد شبههم وكفريتهم؟ مفهوم الكلام؟ الغزالي قال ينبغي. أما القول الثالث وهو قول المشهور وهو قول الجمهور، أننا ننظر إذا كان هذا المسلم ممارس للكتاب والسنة، يعني قرأ في الكتاب والسنة كثيرا، ممارس دائما للكتاب والسنة، ورسخت العقيدة في قلبه، رسخت العقيدة في قلبه أن العالم حادث. فهم كلام أن إرسال الرسل فضل من الله وغير ذلك، خلاص العقيدة رسخت في قلبه. مفهوم الكلام؟ أيوة، ممارس الكتاب والسنة، وكان ذكيا فطنا، هذا يجوز له قراءة المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة. أما إذا لم يكن ممارس للكتاب والسنة أو كان غير فطن غير قوي الإدراك، هذا لا يجوز له القراءة. هذا هو القول المشهور، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل الطريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي إلى الصواب. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة للمنطق المخلوط بكلام الفلاسفة. أما المنطق المنقى والمصفى من كلام الفلاسفة كسلم هذا فيجوز قراءته بالاتفاق بين الغزالي والنووي وغيرهم، بالاتفاق، ولا يمنع منه إلا جاهل كما قال العلماء. لأن هذا، لماذا تمنع هذا الشيء؟ هذا شيء غير مخالف للشريعة، بل يقوي الشريعة، يقوي. كلما زدت إتقانا لهذا العلم كلما زدت ردودا على شبه الفلاسفة والملحدين والمسيحيين واليهود وغيرهم. أن أنت الآن إذا جيت عند واحد يهودي أو واحد ملحد لا يؤمن بوجود الله، واضح؟ وقال لك مثلا، قال لك لا يوجد خالق لهذا الكون. كيف وجد الكون؟ يقول لك وجد هكذا صدفة.
فأنت هل تقول له قال الله تعالى؟ يقول لك أنا لا أؤمن بالقرآن. هل تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك أنا لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تناقشه وتجادله؟ بالعقل. تقول له هذا الكاس هل وجد لوحده ولا لا بد له من صانع؟ من صانع صنعته الشركة الفلانية. هذه الكاميرا هل أتت صدفة ولا صنعتها شركة؟ صنعتها شركة. هذا الموبايل هل أتى صدفة ولا صنعه؟ هذا الكتاب هل أتى صدفة ولا طبعته مكتبة؟ طبعته مكتبة. فالآن لا بد كل أثر لا بد له من مؤثر، يعني كل مصنوع لا بد له من صانع. فنصل إلى ماذا؟ إلى أن هذا العالم لا بد له من خالق، مستحيل يأتي هكذا صدفة. لأن لو هذا العالم أتى صدفة لهذا الكأس أتى صدفة، وهذا محال. بالمشاهدة نرى. مفهوم؟ هذه المناقشات عقلية ولا بالكتاب والسنة؟ عقلية. فعند ذلك أنت ستلزمه بالعقل على أنك يقول لك نعم صح هذا العالم نعم لازم يكون له صانع، لأن مستحيل يوجد شيء مصنوع من غير صانع، مستحيل. نحن وجدنا الساعة لها صانع، الكتاب له صانع، الكاس له صانع، الكاميرا لها صانع، القلم له صانع، الباب له صانع، الساعة لها صانع، كل شيء له صانع. كيف العالم هذا ليس له صانع؟ فبهذا بالعقل. وهكذا كما حدث للإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يجادل في جماعة من الملحدين يقولون لا يوجد الله تبارك وتعالى. فجادلهم 3 أيام. اليوم الأول تجادلوا وتناقشوا، اليوم الثاني تجادلوا، اليوم الثالث تجادلوا. فاليوم الرابع قال إن شاء الله غدا سنلتقي الساعة 10 صباحا نكمل المناقشة. ففي الغد الإمام أبو حنيفة أتى متأخر، أتى الساعة 11. فقالوا له أين كنت؟ تأخرت علينا وكذا وكذا. أبو حنيفة حتى يصل إلى هذا الملحدين لابد يركب في سفينة ويقطع البحر حتى يصل إلى هذا الجبل. فقال لهم أنا والله اليوم لم تأتي السفينة، انتظرت لم تأتي السفينة. فإذا بأنا جالس حتى رأيت الأشجار قطعت وتصنعت وكذا وكذا حتى صنعت السفينة. قالوا لو اتق الله، كيف السفينة تصنع لي وحدها؟ فأقام عليهم. قال لهم كيف أنتم السفينة فقط تقولون لا بد لها من صانع، وهذا العالم العظيم البديع ليس له صانع. فأقام عليهم الحجة. فكل صنعة لا بد لها من صانع. نعم، واضح يا جماعة؟ فعلم المنطق هذا علم مهم جدا، كلما تقويت فيه كلما استطعت أن تدافع عن الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية. نعم. زيد. مسائل. ما هي مسائله؟ مسائل علم المنطق ما هي مسائله؟ هي القضايا النظرية، واضح؟ المبينة سنبينها في هيئة المعرفات. سنبينها في هيئة المعرفات والأقيسة. هذه هي مسائله. مسائله ما سيأتي من القضايا النظرية التي سنبينها في هيئة المعرفات والأقيسة. واضح يا جماعة؟ ستأتي إن شاء الله تبارك. هذه هي مسائل. والبعض بالبعض اكتفى. بعض العلماء اكتفى بذكر البعض من المبادئ، منهم من ذكر 6، منهم من ذكر 7. والبعض بالبعض اكتفى. بعض العلماء اكتفى بذكر البعض من المبادئ، ومن درى الجميع حاز الشرف. أما الذي يدري المباحث 10 كلها هذا يحوز الشرف ويحوز العلو في العلم والاطلاع أكثر. مفهوم يا جماعة؟ هذا هو. هذا بالنسبة للمبادئ
العشرة. قال الشيخ رحمه الله: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل 10. والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.